السلام عليكم. انا سميتي عابر، عندي 17 سنه من مدينه الرباط. اليوم جيت نحكي لكم واحد القصه وقعت لي في الصغر ديالي اللي ما عمرها قدرت تنسى ليا. انا من عشاق القصص ديال الرعب من الصغر ديالي، وكان حماق على شي حاجه سميتها المغامرات والقصص ديال الجن والعفاريت، وخصوصا داك القصص اللي كان كيعاودها لنا جدي الله يرحمه في العربيه. انا كنت نخاف بزاف لدرجه ما كنقدرش ندخل الحمام بوحدي، واخا هكاك كنت كنبغي نعرف اكثر على داك العالم اللي كيخلع. وملي وصلت لسن 13 عام وليت مدمنه بزاف على قصص الجن والعفاريت، وكيتزاد حب المغامره والاثاره في دمي كل نهار. كنت كنجرب شي حوايج اللي نقدر نحضر بهم الجن، وكنت كنمشي للمقبره في الليالي القمريه، وحتى انني كنت نشرب دم الحيوان ملي كيتذبح، وكنت نخوي المطايب في الحمام، وكنجلس نتسنى بكل شوق وحماس انه يبانوا لي جنون ويحضروا قدامي بقرونهم الطويله وجوههم اللي كتخلع. ولكن مع الاسف ما كتبان لي حتى شي حاجه. واحد النهار واحد ولد عمي وواحدين اخرين من عائلتنا جاو يزورونا، وهما كيسكنوا في واحد المنطقه كيقولوا ليها مولاي بوسلام. كانوا كيشبهوا ليا تماما، مهووسين بشي حاجه سميتها الجن والعفاريت والتحضير ديالهم. كيبغيو يجربوا اي حاجه ماشي عاديه وكتخلع. كنا كنمشيو بزاف لشي بلايص وشي ديور اللي كيقولوا عليها مسكونه. دخلنا لبزاف ديال الديور مهجوره في العربيه، وكنا كنخاطروا بحياتنا وبروحنا غير باش نشوفوا جنون. النهار الاخر جا ولد عمي بغى يطير من الفرحه. قلنا ليه مالك؟ قال لنا عيد ميلاد عيشه قنديشه غدا، وغادي يكون عيد الميلاد في الضريح اللي حدانا. غادي يكونوا الطقوس ديال الحمادشه، وهي طقوس مشهوره بزاف في المغرب، كيحضروا بها الجن وكيذبحوا فيها البكر والماعز والجمال، وكيستعملوا دمهم وقرونهم في الاستحضار ديالهم. نقزت انا بكل الحماس اللي فيا لداخل، وقلت ليه ضروري الدراري خصنا نحضروا لهاد الطقوس باي ثمن. المهم نعسنا هذاك النهار في دار خالي، وفي الصباح بكري مشينا المحطه ديال الطاكسيات اللي غيدينا لهداك الضريح. لقينا واحد الصعوبه كبيره في المشيه، حيت هذيك البلاصه ما كيمشيش لها اي واحد، كيمشي لها غير اصحاب اللي فيهم المس والجن وداكشي. صادفنا مع واحد ولد الجيران دانا في الطوموبيله ديالو، وصلنا لتما بقينا تنتسناو حتى طاح الظلام. المهم وصلوا الطبالة والغياطة وصحاب المهارز وشي فرق موسيقية كيقولوا عليهم رياح الحمادشة، وهما كيضربوا على شي آلات خاصة اللي كيحضروا بها الجن. بداو كيديروا في البخور والجاوي الكحل وتخلطات الروايح والدخاخن كتطلع. بداو كيعزفوا وكيضربوا بالطبولة وكيقولوا اسيدي ميمون امر دداس اشا مهروش، اشي اسماء عمري ما سمعتهم، اول مره في حياتي كنسمعهم. بداو كيعاودوا في دوك السميات ويعاودوا شي سميات غريبه وكتخلع، والناس الملبوسه كتجذب واحد من ورا الاخر فيهم الحال وداكشي. اول مره في حياتي تنشوف انا هذا المنظر. هاللي هاز الجمر بين يديه حالي تياكل الزاج وتيشطح فوقه، وهو مسوقش ان الدم كيسيل ليه من تحت رجليه. واحد اخر كيضرب يديه بالموس، واخر كيضرب لسانه بالموس وكياكل في اللحم ني. مصدقش هادشي اللي كيوقع قدامي كاع، اول مره في حياتي تنشوف هذا المنظر وخلاني وفزعت من الداخل. كنا مصدومين ومخلوعين من هادشي اللي كيوقع قدامنا، اول مره كنشوفوا هاد المناظر هادو. حتى لمحت عيني واحد المراه كبيره في السن كتشطح بواحد الطريقه غريبه وكتاكل في الشوك وكتضحك بجد. وهي تشوف فيا هذيك المراه وهي تقول لي بواحد الصوت غريب ومتقطع: اجي لهنا نتيا. انا شدتني الخلعه، رجليا تشلو عليا، ما بقيتش قدرت نهرب ولا ندير حتى شي حاجه. هادوك اللي معايا هربوا، انا ما قدرتش نتحرك. وهي تما جايه عندي وكيبان عليها غضبانه، وقفت قدامي هزت يديها حتى الفوق وعطاتها ليا بطرش. فمي عواج وصل حتى لعند ودني. هذيك الساعه بحال كتكبي عليا الماء بارد.
وانا نتحرك وانا نهرب مع الدراري اللي جيت معاهم. كان وجهي كيخلع، كان داك فمي معوج، وهذوك الدراري اللي معايا كيضحكوا عليا، وكنقول لهم انا اشنو وقع ليا مال وجهي. شفت وجهي في التليفون، خلعني وجهي. بديت تنغوت وتنبكي بواحد الهستيريا، تنقول ناري وجهي مشى ليا، فمي عواج، اش غندير؟ ما صدقتش داكشي اللي وقع معايا. في الطريق فاش كنت غاديه تلاقيت مع واحد راجل كبير في السن، شفق عليا مسكين وداكشي اللي وقع ليا، وصلني حتى لباب الدار. شافتني امي تصدمات، بدات تتغوت وتبكي. عاودت ليها كلشي داكشي اللي وقع معنا. ديك الساعه مشينا عند واحد الراقي، بدا كيقرا عليا في القران ويمس ليا في راسي بلا فايده. قال لي ضروري خاصك تبقاي تجيبيها ديري ليها الرقيه كل نهار. كنت كنمشي عنده كل نهار كندير الرقيه، ولكن بلا فايده. دازت سيمانه. واحد النهار كنت كنغسل وجهي قدام المرايه، شويه وهي تبان ليا واحد المراه في المرايه، المراه الكبيره اللي ضربتني على وجهي داك النهار. تخلعت وتفزعت من كثرة الخوف، تغاشيت، ما بقيتش عقلت على راسي. وفاش فقت عاودت لامي وخوتي على ديك المراه، حتى واحد ما تيقني. وفي الليل فاش نعست شفتها في الحلم ديالي، قالت لي غادي نعذبك، ما غاديش نخليك تعيشي هانيه. فقت وانا كنبكي وانا مخلوعه. طبيعه الحال ما عاودت حتى شي واحد شنو وقع معايا ولا شنو شفت في المنام ديالي، لانه عادي جدا، حتى واحد ما غادي تيقني. هذيك المره كل نهار ولات كتجي تهددني في الحلم. واحد المره قالت لي خلط الحنه بيدك وخرجي لفم الباب، داك الشجر اللي كاين قدام الدار كله لصقي فيه ديك الحنه. ده هو الشرط ديالها الوحيد باش نرجع كيف كنت. وانا شنو درت؟ بلا تفكير بلا حتى شي حاجه، مشيت بالزربه ودرت داكشي اللي قالت لي بلا ما نفكر، لانه انا بغيت غير نرجع كما كنت. فاش رجعت عند الراقي قلت ليه اشنو قالت لي هذيك المراه في الحلم، وطبقته ودرته بلا ما نفكر. شويه بدا كيغوت عليا وتيقول لي علاش درتي بحال هكا، حيتاش هذاك الشيء اللي درتي هي كتستمد منه القوه ديالها. وملي رجعت للدار في الليل بديت نغوت وتنبكي، طحت في الارض. تعوجت لي يدي ورجلي بواحد الطريقه اللي كتخوف. نهار جدي جاب لي هذاك الراقي، بدا يقرا عليا في القران حتى رجعت للطبيعه ديالي مره اخرى، ولا وجهي بحال طبيعيه يعني كما كان، بفضل الله عز وجل. وملي دازت واحد اليومين رجعت لي نفس الحاله، طحت في الارض وبديت تنغوت، رجلي ويدي ولا معوجين بواحد الطريقه اللي ما تصورش. كاو كيجري وجابوا لي هذاك الراقي، بدا كيقرا عليا في القران. بدا كيهضر مع هذيك الجنيه اللي ساكناني، قالت ليه سميتها وهي تقول ليه بعدوا عليا، راه هي اللي ضحكت عليا النهار الاول. بدا هذاك الراقي يتفاوض معاها، قال لها خرجي. قالت لي ما غاديش نخرج حتى نقتلها ونموت معاها. كانت هذيك الجنيه شويه قويه بزاف، من اصول يهوديه، من الجن العاشق واصول الجن الطيار. اليوم هذاك الراقي انه خاصو ضروري واحد 5 ديال الرقات يكونوا صحاح باش يعاونوا على داكشي اللي غيدير، حيتاش حالفه ما تخرج حتى تقتلني. المهم جاو هذوك 5 ديال الرقات مع داك الراقي الاول اللي كان معايا، دخلوا للبيت بداو تيقراو في القران، تيقراو شويه تهضر معاهم. قالت لهم انا هنا باش نعلم واحد الدرس، باش عمره ما يبقى يضحك على شي واحد مريض ولا مصاب بشي حاجه ولا. في الاخر خرجت مني، ولكن حتى ذقت العذاب، الموت العذاب عمري في حياتي ما دزت منها التجربه، ولكن تعلمت منها واحد الدرس، انني عمري ما غنبقى نضحك على شي واحد ولا نسخر من شي واحد مريض ولا مصاب بشي حاجه. دابا رجعت للطبيعه ديالي الحمد لله، ورجعت لحياتي الطبيعيه، ولكن خديت درس اللي عمري ننساه في حياتي. بعدت على هذا العالم ديال الجن والعفاريت، وانه عالم صعيب بزاف وخطير لواحد الدرجه ما تصوروهاش، لان النهايه ديالو ديما كتكون صعيبه وخطيره ما تصوروش. وسلم جرب لا تسال الطبيب. وهاد الطريق هذه عمركم تتبعوها، نصيحه مني، لان هاد الطريق كلها دمار وعذاب وخراب، تحول لك حياتك الجحيم
وتقلب لك حياتك رأسا على عقب. هذه هي القصة ديالي، شاركتها معكم. صراحة قصة ودرس وموعظة.